لو رحت تغير زيت لعربيتك ورحت تشتري فلتر للزيت، هتلاقي ان في فلترين موجودين، واحد ب 190 جنيه وواحد ب 65 جنيه. الفرق ما بينهم ظاهريا تقريبا مش موجود، العلب تقريبا شبه بعض جدا، والفرق بينهم في الفلوس 125 جنيه. بس واحد فيهم هيحافظ على عربيتك وواحد فيهم هيدخلك في عمرة موتور. انا معايا فلترين، واحد اصلي وواحد تقليد، وهوريك الفرق ما بينهم بالظبط، وليه الفلتر التقليد هيكلفك فلوس كتير جدا، وايه الفرق ما بينهم من جوه. الفلترين دول بتوع عربيه نيسان صني، والفلترين دول موجودين في السوق زي ما قلت لك، الاصلي والتقليد. الفلترين من بره شكل العلب بتاعتهم واحد، بالعكس ده الفلتر تقريبا التقليد مكتوب عليه بالياباني، والفلتر الاصلي مش مكتوب عليه بالياباني، فاي حد هيمسك العلبه دي هيفتكر ان دي العلبه الاصليه بتاعت الفلتر الياباني بتاع العربيه النيسان الياباني يعني. ولكن الحقيقه ان الفلترين في بينهم فرق كبير جدا جدا في المكونات، والفرق ده هو اللي مخليني عامل الفيديو ده وعايز اكلمكم، عشان الفلتر ده منتشر جدا وموجود في السوق بكثافه، ومعظم الناس للاسف بتشتريه، والفلتر ده وراه وجواه كوارث كتير. بس قبل ما اشرح لك الفرق بين الفلترين دول، عايز اكلمك الفلتر بتاع زيت الموتور في عربيتك بيعمل ايه بالظبط. زيت الموتور جوه موتور عربيتك بيتم دوره كامله عشان يقلل من حراره الموتور، وعشان يزيد الاجزاء المعدنيه اللي بتتحرك جوه الموتور، وهو حاجه مهمه جدا جدا. لو الزيت ده مش موجود الموتور هيروح في دقائق يعني. المفروض ان الفلتر ده شغلته كل ما الزيت يلف لفته الكامله ويرجع عند الفلتر، يشيل منه كل الشوائب اللي هو بيجمعها من جوه الموتور، ويعدي الزيت النظيف تاني يخش يكمل دوره كمان جوه الموتور. فالشوائب تفضل كلها في الفلتر، وانت تغير الفلتر مع كل غير زيت فتتخلص من كل الشوائب دي، ويفضل دوره الزيت عندك نظيفه. لان الزيت لو فيه شوائب وبيلف جوه الموتور، الشوائب دي هتتجمع في الاماكن الضيقه وتسد المجرى بتاع الزيوت خالص، فبالتالي الزيت يتمنع عن اجزاء في موتور عربيتك، حرارتها تزيد والاحتكاك فيها يزيد، فالموتور بتاعك يقفش وحرارته ترتفع ويطير. الفلتره دي بقى بتتم ازاي؟ الزيت بيدخل من الفتحات الصغيره اللي موجوده دائريه دي، وبيخش جوه، وبعدين يعدي على الخامه بتاعه الفلتر اللي موجوده جوه الفلتر، ويطلع تاني وهو نظيف وجاهز من الفتحه الكبيره اللي في النص دي، يخش الدوره بتاعه الموتور بتاعك. وهنا بقى تبدا تظهر المشاكل بتاعه الفلتر التقليد. ده الفلتر الاصلي وده الفلتر التقليد. هتاخد بالك اول حاجه خالص من الخامه بتاعه ورق الفلتر نفسه. الخامه اللي موجوده هنا خامه رقيقه ورفيعه، ما تقدرش تفلتر بشكل كامل، يعني في رواسب كتير هتعدي منها. والحاجه الثانيه هي الكثافه بتاعه ورق الفلتره نفسه. الورق الفلتره هنا هتلاحظ ان هو بعيد عن بعضه، ان هو مفيش ما بينه مسافات كتير مقفوله، ان هو سهل جدا يعدي منه الزيت. بعكس الفلتر الاصلي هنا هتلاحظ ان الورق تخين، اولا بيقدر يفلتر بشكل كويس، تاني حاجه الورق نفسه كثيف، فبالتالي فرصه ان حاجه تعدي منه بسهوله قليله جدا. وتالت حاجه ان الكثافه بتاعت الورق دي تضمن لك ان الفلتر يعيش فتره التشغيل الكامله بتاعته، سواء 10000 كيلو او ايا كان يعني، وهو بيفلتر كويس جدا، والكفاءه بتاعته ما تقلش طول الوقت. مش اللي هو مثلا الورق بتاعه هيشبع بسرعه جدا في استخدام قليل جدا، فبالتالي الفلتر ما يعيش معاك طول الفتره اللي انت عايزها. والحقيقه دي المشكله الصغيره. المشكله الاكبر بقى في حاجه اسمها الباي باس فالف او صمام التمرير. المفروض ان الفلتر بتاعك ده لما بيشتغل ويبتدي يبقى عليه رواسب ويبتدي يبقى عليه شوائب كتير من بره، لو لا قدر الله انت مثلا نسيته ما غيرتوش في كل مره انت بتغير الزيت، ايا كان اللي حصل يعني، لما الضغط بتاع الزيت يزيد جدا جوه الفلتر، المفروض ان في هنا صمام بيتفتح تحت الضغط عشان يمرر الزيت بشكل سريع من الفتحه اللي في النص، عشان موتورك ما يشتغلش بدون ما يكون في زيت بيعدي جواه. لو الفلتر ده المفروض ان هو اتسد يعني، هيمنع وصول الزيت للموتور، وده معناه ان الموتور هيودع في دقائق معدوده. فالمفروض ان الفالف ده شغلته انه لو الضغط زاد بسبب الشوائب اللي موجوده هنا، يفتح بشكل بسيط عشان يبدا يعدي الزيت من الفتحه اللي في النص ويمرره لموتورك. لو بصيت على الفلتر التقليد هنا، هتلاقي ان الفالف اللي تحت ميه، مجرد ما بحط صباعي عليه بيفتح ويقفل عادي جدا، عشان الصمام نفسه خامته ضعيفه، والسوسته اللي ماسكاها خامتها ضعيفه، فبالتالي تحت اي ضغط مجرد ما الزيت بيعدي في الفلتر الصمام ده بيتفتح، فالزيت كله بيعدي بالحته اللي في النص بدون ما يتفلتر. فيعتبر ان انت مجرد ما ركبته، اول ما الزيت بدا يضغط عليه الصمام بيفتح والزيت بيعدي جوه في الموتور بتاعك بدون ما يكون اتفلتر اصلا، فيبقى الفلتر ده زي قلته. في حين ان الفلتر الاصلي محتاج تحط ضغط كبير جدا على الصمام ده عشان يتفتح، لان هو من خامه قويه، والسوسته اللي ماسكاها سوسته قويه جدا، فمش هيتفتح ابدا الا في حاله اذا كان الفلتر نفسه اتسد. ودي المشكله والازمه الكبيره جدا، ان الفلاتر الرخيصه زيها زي قلتها لو ما تركبهاش احسن، لانها كده كده بتعدي الزيت جوه الموتور بدون فلتره. واخيرا طبعا انت لما تيجي تشتري الفلتر هتلاقي العلبتين زي بعض، وهتلاقي الفلاتر من جوه شبه بعض بشكل كبير، لكن لو قطعت الفلتر زي ما انا عملته كده وشفت الخامات اللي جواه، هتاخد بالك من الفرق الرهيب، واللي لازم تاخد بالك منه عشان خاطر الفلاتر دي هي المسؤوله عن عمر الموتور بتاع عربيتك،
وتقدر تقصف عمر الموتور في فتره قصيره جدا. لو انت بقى معاك عربيه نيسان فانت ممكن تاخد فلتر اصلي هديه من غير ما تدفع فيه ولا مليم في صيانتك الجايه، وتاخد كمان خصم 35% على سعر الزيت في الصيانه الجايه بتاعتك. ازاي بقى؟ لو عملت صيانتك الجايه في نيسان اوتو ايجيبت، الموزعين الرسميين بتوع نيسان، وحجزت عندهم الصيانه الجايه على رقم 146، هتقدر تاخد فلتر الزيت بتاع عربيتك النيسان مجانا. قول لهم بس انا عايز العرض بتاع اوتوفندي، والعرض ده هيديك فلتر زيت هديه ايا كان نوع عربيتك ايه من نيسان، وهيديك خصم 35% على الزيوت، و25% على المصنعيات، و15% على اسعار الكاوتش والبطاريات، و45% على الخدمات بتاعه التلميع، بشرط بس انك تحجز الميعاد. وايا كان بقى عربيتك صيانتها امتى، احجز الميعاد في الوقت اللي انت هيجي فيه الصيانه بتاعت عربيتك، بحيث انك تبقى ضمنت العرض، لان العرض بكميه محدوده. وزي ما قلت لكم ضروري جدا تستخدموا دايما فلاتر زيت اصليه في عربياتكم، عشان الموضوع ده خطير. وتوفير الفلوس بتاع ال 100 جنيه ما بين الفلتر والتاني صحيح ممكن يبان لبعض الناس ان هو توفير كبير، بس الحقيقه ان انت بتقتل على موتور عربيتك وبتوصل نفسك لكارثه كبيره هتدفع ثمنها بعدين. هسيب لكم تحت رقم التليفون بتاع الحجز بتاع نيسان اوتو ايجيبت، وهسيب لكم العناوين كمان بتاعت الفروع. ولو انت عايز تعمل الصيانه مثلا بعد الشغل بالليل، في عندهم فرعين بيشتغلوا فتره مسائيه بالليل ممكن تعمل فيهم الصيانات. فاحجز وقول لهم عايز العرض بتاع اوتوفندي عشان تاخد الفلتر الاصلي هديه، وتاخد الخصومات الثانيه اللي قلت عليها.